الناس تقول علينا ايه؟ كلمة احنا يمكن يكون سمعناها كتير من اهالينا قبل كده، لكن الحقيقة للأسف هي كلمة سلبية جدا وبتسيب آثار سلبية فظيعة في ابننا، ولازم نبطل كلمة زي كده. وده اللي احنا هنعرفه النهاردة في فيديو جديد من سلسلة الكلمة تفرق، علشان بنأكد ليك ان اي كلمة انت بتقولها لابنك بتأثر في شخصيته تأثير كبير قوي. اهلا بيك معانا في فيديو جديد. مش عايزك تصدق اي كلمه انا بقولها، لكن عايزك تفكر وتقتنع بكل كلمه انا بقولها، ولو ليك اي راي مخالف يا ريت تكتبه واكيد هحترمه جدا. كلمه يقولوا ايه علينا الناس كلمه للاسف ليها تاثير سلبي كبير قوي. اول حاجه بتخليه انسان عايش بمبدا في حياته انه يحاول دايما يرضي الناس. الحقيقه للاسف ان المبدا ده هو مبدا صعب جدا وللاسف مرهق جدا، لان للاسف انت مش هتقدر انك ترضي كل الناس في اي حاجه انت بتعملها. هتخلي ابنك مش حاسس بالحريه ولا المتعه في اي حاجه بيعملها، وكل حاجه بيعملها هو عشان خاطر يرضي الناس مش عشان يرضي نفسه في الاول. كلمه يقولوا ايه علينا الناس برضو هتخليه انسان حساس جدا لكلام الناس. ممكن كلمه توديه وكلمه تجيبه، ممكن كلمه تفرحه قوي وكلمه تتعبه جدا، وممكن تجيب له اكتئاب، وده هيضعف شخصيته على فكره، وهيخليه انسان مش واثق في نفسه وبيتبع اي كلمه اي حد ممكن يقولها. كمان كلمة زي كده لو هو اتعود دايما يسمعها منك هيكون انسان متردد، لانه لما يجي يدخل في اي موضوع سواء شغل او سواء حاجة هيشتريها هيقعد يفكر يا ترى الناس هتقول عليا ايه. طبعا ده هيخليه انسان متردد في حياته، وممكن واحد يقول له كلمة سلبية، يعني مثلا ابنك يدخل مشروع معين ويمشي فيه وفجأة تلاقي واحد يطلع له بكلمة سلبية تحبطه جدا وتفشله وتحبط كتير جدا من عزيمته، ويتوقف المشروع بالنسبة له بسبب كلمة زي كده، عشان هو حاطط للكلام الناس أهمية كبيرة قوي. كمان هتخلي ابنك إنسان دايما منتقد للآخرين وبيحاسب الآخرين، لأنه هو قبل على نفسه إن الناس تقول عليه كلام. لكن لو هو ما كانش بيقبل حاجة زي كده هو كمان مش هيحاسب حد ومش هينتقد حد، لأنه خلاص اتعود إنه ما يحاسبش أي حد. طب أنا أقول إيه لابني؟ هل يا ترى أسيبه يعمل اللي هو عايزه وخلاص وما يقبلش النصيحة من حد وما يقبلش الكلام من حد؟ لا، أنا هقول لك تقول له إيه، وركز كويس جدا في الكلام اللي اقوله لك لانه مهم جدا جدا، وعايزك تقوله لابنك. كل اب وكل ام بتسمع الكلام ده، انا عايزك انك انت تقولي الكلام ده لابنك. تقول له كده اول ما يجي لك ابنك ويقول لك ده فلان قال عليا كذا، هتقول له كده: كل اللي انت تحبه، اشرب اللي انت تحبه، البس اللي انت تحبه، واشتغل اللي انت تحبه، ما دام ده كله في اطار القانون والاخلاق ما يهمكش كلام الناس، واسمع النصيحة من الناس اللي بتحبك لان هم خايفين عليك وعايزين مصلحتك، لكن انت في النهاية سيد قرارك. كده انت هتخلق من ابنك جبل، هتخلق من ابنك انسان قوي جدا ما يهموش كلام الناس. لو حاطط هدف قدامه هيوصل له مهما الناس احبطته، هو برضو مصمم يوصل لهدفه ومش هيهمه اي كلمة من كلام الناس، ومش هتحبط من عزيمته. انت خلقت انسان قوي. وعلى فكرة لما هيكبر هيقول ماما وبابا قالوا لي البس اللي احبه، اكل اللي احبه، اعمل اللي احبه، اشتغل اللي احبه، ما دام ده في اطار الاخلاق والقانون ما يهمنيش كلام الناس. ومش هينسى ابدا جمله زي كده، لان هي كانت السبب ان خليته الانسان ده قوي جدا وزي الجبل ما يهموش اي حاجه ابدا. عايزين ولادنا اقوياء ما يهمهمش كلام الناس، ما يهتموش بكلام الناس، دايما مركزين على هدفهم، دايما مركزين على اللي هم عايزينه ومقتنعين بيه. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش انك تعمل شير ولايك للفيديو، لان كتير جدا من الناس محتاجين يسمعوا فيديو زي كده، محتاجين نغير الثقافه بتاعتنا. ما تنساش انك تعمل شير ولايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا، لان ده بيشجعنا جدا على استمرارنا في الرساله بتاعتنا، وان احنا نعمل فيديوهات اكتر علشان نفيد الناس اكتر. شكرا جدا ليكم ونشوفكم في فيديو جديد.